السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم طريقة عمل الضلع بوصفة لذيذة، وصفة سهلة، وصفة مميزة جدا، وسر طراوة الضلع. نبتدي بسم الله. طريقة التحضير: على حلة وضعت 2 لتر من الماء، انتظر الماء يبتدي غليان. أضيف 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، أضيف توم، بصل، عود قرفة، أنزل اللحمة أو لحمة الضلع، قطعتين من اللحمة، طبعا قطع كبيرة جدا. أنتظر تبتدي غليان، هغطي عليها وأخفض النار، أتركها 15 دقيقة على نار منخفضة تغلي. بعد 15 دقيقة زي ما شايفين بتغلي على نار منخفضة. أفتح الغطا زي ما شايفين ما شاء الله الشوربة نظيفة وما فيها زفر، لأني نزلت اللحمة على الماء المغلي مباشرة. زي ما شايفين أقلب الضلع، هضيف ملعقة كبيرة من الملح، أضيف 3 قطع نواة التمر، وده بيساعد على إنه الضلع يستوي بسرعة ويكون هش. هغطي عليها وأتركها على نار منخفضة 45 دقيقة. بعد 45 دقيقة زي ما شايفين ما شاء الله الضلع استوى والشوربة مركزة زي ما شايفين ما شاء الله، نكهة لذيذة جدا. زي ما شايفين ما شاء الله مستوي تماما، هش وطري. هطفي النار وأطلعه على طبق. بعد ما طلعت الضلع على طبق أبتدي بصوص التحمير. أضيف نص كوب من اللبن الرايب، ممكن تستبدلوه بزبادي. أضيف 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. أضيف ملح وبهارات. البهارات عبارة عن بهارات اللحمة، كزبرة، كمون، ثوم مطحون، شطة، ملعقة كبيرة معجون طماطم. أضيف 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. أخلط جميع المكونات حتى يصير الصوص جاهز. زي ما شايفين قوام الصوص قوام ناعم وسائل في نفس الوقت. أدهن الضلع بالصوص. زي ما شايفين الضلع مستوي، بس هأدهنه للتحمير.
أتركه 10 دقايق يتشرب صوص التتبيلة. حضرت فويل أضع عليه ورق الزبدة أو ورق الخبز، وأضع الضلع بهذه الطريقة. أضيف المتبقي من صوص التتبيلة، أغلفه بهذه الطريقة. أضعه على صينية وأدخل الفرن درجة حرارة 220 من 25 ل 30 دقيقة حتى يتحمر بالكامل. بعد 25 دقيقة طلعته من الفرن زي ما شايفين ما شاء الله منظره جميل جدا وتحميرته جميلة، نكهته لذيذة جدا. على طبق حضرت مكرونة مسلوقة، أضع الضلع على المكرونة زي ما شايفين ما شاء الله الضلع مستوي وهش. وبكده صارت الوصفة جاهزة زي ما شايفين ما شاء الله منظر جميل ولذيذ جدا. دي كانت وصفتنا لليوم، طريقة عمل الضلع بوصفة لذيذة، وصفة بسيطة وسهلة وسريعة. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.